السلام عليكم. في مطلقات كتير فاهمة إن مجرد العلاقة الزوجية انتهت، حقوقِك انتهت من عند الزوج أو المطلق، ولكن القانون المصري نظّم لِك حقوق كتيرة جدًا، وفي حالة إن المطلق رفض يدفعها بيتعرّض لمسؤولية قانونية، فتابع معايا الفيديو دوًّا علشان نوضّحها إيه هي الحقوق ديًّا ونبسّطها ونشرحها إن شاء الله. أهلًا بيكم، أنا كريم عيد باوضّح لك وبابسّط لك القانون ببساطة إن شاء الله. خلّيني أوضّح لِك إن القانون المصري ما بيضيّعش حقوق المطلقة، بالعكس هو وضع ليها حقوق كتيرة جدًا، وهي حقوق علشان يحمي المطلقة بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وهي نفقة العدة، نفقة المتعة، مؤخر الصداق، القايمة، وكمان حقوق الأولاد. خلّينا نشرح الموضوع ده نقطة، نقطة ونوضّحها ونبسّطها مع بعضينا. أول حاجة نفقة العدة، نفقة العدة بتكون نفقة في خلال عدتِك، بمعنى إن ال3 شهور الخاصين بالعدة بيتفرض على الزوج إنه ينفق عليكِ، فبالتالي بيكون ليكِ الحق في إنِّك أنتِ تاخدي نفقة في خلال ال3 شهور ديًّا، وهي بتسمى نفقة العدة، وبتكون بمعدل 3 شهور. تاني حاجة وهي نفقة المتعة، وإن مطلقات كتير ما تعرفش الحق ده، وهي عبارة عن إيه؟ يعتبر تعويض مادي للطلاق، وده بيكون عبارة عن سنتين من النفقة الشهرية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن المحكمة قدّرت ليكِ مثلًا وليكن 3000 نفقة زوجية أو نفقة شهرية، فبتتضرب في ال24 شهر، أي بما يعادل 72,000 جنيه، وده بيكون عن طريق تحديد المحكمة لمدة الزواج، وكمان دخل الزوج وسبب الطلاق. تالت حاجة وهي مؤخر الصداق، مؤخر الصداق بيكون للمطلقة اللي مكتوب فيه عقد الزواج. طبعًا إحنا عارفين إن عقد الزواج بيبقى فيه مقدم الصداق، وده بيبقى مبلغ بسيط الزوجة بتاخده في أثناء الزواج، وبيبقى في حاجة اسمها مؤخر الصداق. مؤخر الصداق وهو بيكون عند الطلاق. يعني مجرد أنتِ ما بتطلّقي بتاخدي المؤخر بتاعِك. ونيجي بعد كده لأكبر مشاكل المجتمع المصري وهي قايمة المنقولات. قايمة المنقولات اللي بتاخديها على الزوج، بتكتبي فيها منقولاتِك كلها وبتقيّميها في الآخر بمبلغ معيّن. ففي حالة انتهاء العلاقة الزوجية بتاخدي المنقولات بتاعتِك. طيب هو رفض إن هو يدّيكِ المنقولات الخاصة بيكِ. في الحالة ديًّا أنتِ بترفعي عليه قايمة المنقولات وبتاخدي حاجة من الاتنين، لا إما بتاخدي المنقولات الخاصة بيكِ، عفشِك يعني، لا إما بتاخدي قيمة قايمة المنقولات، وليكن أنتِ مقدّراها مثلًا ب50.000 فبتاخدي ال50.000 جنيه، لإن هي في الحالة دي بتبقى شبه إيصال الأمانة. المبلغ الموجود فيه هو اللي بتاخديه. نيجي بعد كده لحقوق الأولاد بعد الطلاق. طبعًا الأولاد بيبقى ليهم نفقة، فأنتِ بتاخدي النفقة دي وبتصرفي عليهم بموجب النفقة المقررة لصالح الأولاد. كمان أنتِ لو حاضنة بيبقى ليكِ حاجة اسمها مسكن حضانة، بتتمكني من مسكن الزوجية وبتقعدي فيه علشان تراعي الأولاد لسن معين، هو السن اللي قرره القانون للأولاد. فده باختصار مجمل الحقوق اللي بتحصلي عليها كمطلقة بعد الطلاق. ولازمًا نعرف إن نهاية العلاقة الزوجية مش نهاية حقوقِك، بالعكس بيبقى ليكِ حقوق بيقرها القانون بعد الطلاق، وهي اللي إحنا وضحناها. أتمنى إن أنا أكون فدتِك واستفدتِ من الفيديو دوًّا، وقُل لو حابب أشرح معلومة أو نقطة تانية اكتب لي في التعليقات أو ابعت على الخاص، ولو بتواجهِك مشكلة معينة تواصلي معايا علشان نحلها إن شاء الله. كان معكم كريم عيد.